مش عشان ده الاهلي والزمالك، لا، عشان الاتنين اقوياء جدا جدا الموسم ده. ادي واحده من ناحيه اليمين، هيرفع يلم كورته وعدى بفاول، وضربه حره مباشره وانذار لمعروف يوسف. كان المفروض اعتقد ميدو جابر يرفعها، هو فضل انه يعدي بيها، ما عرفش يعدي او ارتكب معاه معروف وهيديله انذار. ادي ميدو جابر ثبته وعدى حلو قوي، لكن معروف الحاجات دي ما تمشيش معاه، فضل ان هو يعرقل وياخد انذار لمعروف يوسف. ضربة حرة مباشرة من إحدى الدقيقة 89، وهناك ربما 4 دقايق بتوع الاستراحة إياها. هيلعب بشماله، وادي العرضية، يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي. طلع الشناوي أخدها كده بكفه من تحت العارضة، ميدو جابر لفاها حلو والله، لكن الشناوي برضو الحاجات دي مش هتخش فيه أبدا أبدا. حلوة لفاها ميدو جابر بشماله، لكن هو حاططها جوه. احمد الشناوي روعه. مش عشان ده الاهلي والزمالك، لا، عشان الاتنين اقوياء جدا جدا الموسم ده. ادي واحده من ناحيه اليمين، هيرفع يلم كورته وعدى بفاول، وضربه حره مباشره وانذار لمعروف يوسف. كان المفروض اعتقد ميدو جابر يرفعها، هو فضل انه يعدي بيها، ما عرفش يعدي او ارتكب معاه معروف وهيديله انذار. ادي ميدو جابر ثبته وعدى حلو قوي، لكن معروف الحاجات دي ما تمشيش معاه، فضل ان هو يعرقل وياخد انذار لمعروف يوسف. ضربة حرة مباشرة من إحدى الدقيقة 89، وهناك ربما 4 دقايق بتوع الاستراحة إياها. هيلعب بشماله، وادي العرضية، يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي. طلع الشناوي أخدها كده بكفه من تحت العارضة، ميدو جابر لفاها حلو والله، لكن الشناوي برضو الحاجات دي مش هتخش فيه أبدا أبدا. حلوة لفاها ميدو جابر بشماله، لكن هو حاططها جوه. احمد الشناوي روعه.